اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا على الناس الموجودين هنا، سواء كنا بالنهار أو كنا بالليل. آه، أهلا بيكم في قناتي، شرفتوني. أنا أميرة أحمد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني فضلا وليس أمرا فعلوا زر الجرس واضغطوا على اللايك والاشتراك. ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا النهاردة. معايا طريقة كيكة جديدة او مش جديدة، هي طريقة بسيطة وسهلة لبنوتاتنا لعرايسنا. سهلة وبسيطة ما تكوني نفسك تاكلي حاجة حلوة بالليل. يلا بينا نتوكل على الله ونقول على المقادير. معايا كوباية مية فترة من الحنفية، معايا 3 معالق من لبن البودر، معايا كوباية وربع من السكر، معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا تلت كوباية زيت، معايا فانيليا سايلة. معايا هنا المضرب بتاعي. ممكن تعملي المكونات دي كلها في الخلاط، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليها بالهاند بلندر. دي حسب راحتك انتي وحسب انتي ايه امكانياتك اللي عندك، او حسب ما انتي عايزه تشتغلي بايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالزيت بالبيض بتاعنا. اول حاجه هننزل بالبيض، تاني حاجه هننزل بالزيت، سوري يا جماعه. اول حاجه نزلنا بالبيض، تاني حاجه نزلنا بالسكر. هننزل بقى بالفانيليا بتاعتنا. تمام كده. نضرب بقى البيض مع السكر كويس جدا لغاية لما نوصله للمرحلة الكريمية او اللون الابيض الكريمي. نقول بسم الله. هنا حبايب قلبي بقى وصلنا للمرحلة الكريمية اللي احنا شايفينها دي. ننزل بقى بالثلاث معالق لبن بودرة بتوعنا اللي معانا، وننزل بكوباية المية ونضرب كويس. في المرحلة دي بقى يا جماعة ننزل بالزيت بتاعنا تاتا تاتا كده. وهنا حبايب قلبي بعد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا شايفينها بتاعت الكيكة دي، جبت هنا بقى معايا هنا في البولة دي معايا كوبايتين دقيق، معايا نص كوباية كاكاو، معايا كيس بيكنج باودر ورشة ملح. اقول تاني، معايا كوبايتين دقيق، نص كوباية كاكاو، ومعايا رشة ملح وكيس بيكنج باودر. هو ده بس كل الخليط الجاف اللي انا عاملاه هنا. كل المقادير عاملاها بمعيار واحد، بكوبايه واحده، باي حاجه انت عايزه تعايري بيها يبقى هي واحده تعايري بيها كل المكونات. هنا بقى هننزل على المكونات السائله بتاعتنا، هننزل بالمكونات الجافه كده كلها كده مره واحده، وننزل بقى بالمضرب بتاعنا كده ونقلب ونشوف القوام بتاعنا يبقى شكله ايه. لو طلعت خفيفه نزود لها دقيق او كاكاو، ولو طلعت تقيله نزود لها شويه لبن او ميه زي ما احنا عاملين الكيكه بالميه. وهنا حبايب قلبي بعد ما قلبتها تقليب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، جبت هنا بقى معايا الصينيه اللي انا هعمل فيها. الصينيه دي مقاس 30 كده، بطنتها بمعلقه زيت ورشه دقيق بطنتها بيها. هنزل بقى بالخليط بتاعي كله. الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفاه كده. نقول بسم الله وهناكل احلى كيكه تخطر على بالكم، وهتبقى كيكه قمر ان شاء الله. عملناها بالميه وب3 بيضات بس.
هتعجب ولادك قوي صدقيني ان شاء الله. هاخد بقى ايه الصينيه بتاعتي اخبطها خبطتين كده عشان تطلع كل الفقاعات اللي فيها. انا هنا مشغله الفرن بتاعي على درجه 180. قبل ما ابدا في الكيكه كنت انا مولعه الفرن بتاعي يسخن. هدخلها الفرن على درجه 180 وهتاخد معانا من ربع ساعه لتلت ساعه ان شاء الله. وهنا حبايبي بعد الكيكه بتاعتنا ما طلعت من الفرن سبتها بردت شويه طبعا. هنا هنزل بقى بصوص الشوكولاته بتاعنا اللي احنا عملناه على القناه مع بعض. طبعا كلنا عرفنا الطريقه، واللي ما شافهاش يقدر ان يرجع للقناه تاني ويشوفها، شوف طريقتنا فيها. تمام كده. وهنا يا قمرية انت وهي بعد ما خلصت تزيين الكيكه بتاعتي بالشوكولاته اللي احنا عاملينها سوا على القناه. لو انتوا عايزين طريقه الشوكولاته دي ترجعوا للفيديو اللي قبل ده، هتلاقوا الطريقه كامله على القناه عندنا ان شاء الله. هنا كان عندي صوص بقى كراميل زينتي بيه كده بالشكل ده. الكيكه هشه وتحفه وجميله جدا. وكده عملت لها ريلزات كده وهنا كده حبايبي بقى خلصت كده التزيين بتاعي. شوفوا بقى الكيكه بتاعتي القمر الجميله التحفه، هشه وتحفه جدا وخفيفه جدا، وهتاكليها ومش هتشبعي منها، وهتعجب ولادك وهتعجب جوزك باذن الله. لو اول مره تشوفوني او تحضروا القناه بتاعتي فضلا وليس امرا فعلوا زر الجرس، ويا ريت تدوني الكومنتات اللي انا استحقها وتدوني التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.